السيت كوم الرمضاني صلاح وفاتي يثير غضب أعوان السلطة. مرحبا بكم. بعد الانتقادات التي خلفتها سلسلة ولاد يزة في أوساط رجال ونساء التعليم، خرج أعوان السلطة من جانبهم ليعبروا عن رفضهم إزاء سلسلة صلاح وفاتي لبطليها طاليس وفدوى طالب. تنسيقية أعوان السلطة في بيان لها عبرت عن قلق شديد واستياء بالغ حول حلقة من السلسلة الكوميدية قدمت من قبلهم على أنها تطعن بمهنة أعوان السلطة. التنسيقية أكدت على أهمية احترام جميع المهن والمهنيين بما في ذلك أعوان السلطة الذين يقدمون خدماتهم بشكل مخلص ومسؤول للمجتمع بحسب تعبير البيان. وقالت تنسيقية أعوان السلطة إنه يجب على وسائل الإعلام والمحتوى الترفيهي أن يتحلى بالحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية، أن تتجنب نشر المحتوى الذي يسيء للمهن والمهنيين بطريقة تقلل من قيمتهم وتشوه صورتهم في العامة. ودعت إلى ضرورة التفكير بعناية في الرسائل التي يتم إعلانها من خلال وسائل الإعلام، مضيفة بأنها تشجع على إنتاج محتوى يعكس الواقع بشكل إيجابي ويساهم في تعزيز التفاهم والاحترام بين جميع فئات المجتمع. وكانت النقابة الوطنية للتعليم قد عبرت عن غضبها من الصورة التي تقدمها السلسلة المغربية ولاد يزة عن رجال ونساء التعليم وعن مهنة التدريس بشكل عام، ما اعتبرته إهانة وتحقيرا مقصودا يقلل من مكانتهم. وأكدت النقابة في الشكاية التي رفعتها إلى رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أنها تحتج عن الاستهداف المتواصل للقنوات الإعلامية العمومية الرسمية لمهنة التدريس بتقديمها لإنتاجات تسيء لنساء ورجال التعليم وتتعمد تحقيرهم وإهانتهم والحط من مكانتهم بشكل ممنهج ومقصود. ووجهت النقابة رسالتها إلى رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تعبر من خلالها عن احتجاجها مما تتداوله بعض المسلسلات والأفلام المغربية بخصوص الأساتذة، ما اعتبروه غير مبرر لا فنيا ولا موضوعيا، مطالبين بتقديم الاعتذار لرجال ونساء التعليم. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.